السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله. لسه متابعين بقى في التحضيرات بتاعه العيد ميلاد. ما شاء الله يعني كنت موسعه شويه الحمد لله. فعملت بقى ايه كمان تورته الفانيليا، 3 طبقات بحشوه الفراوله. ودي كمان يعني ان شاء الله هتكون بسيطه وجميله جدا. ما فيهاش اي بقى اضافات تانية ولا شوكولاته ولا نوتيلا ولا اي حاجه، كلها عبارة عن كريمة وفراولة بس. يعني دي ما فيهاش اي حاجات زيادة، ما فيهاش اي منكهات زيادة، فان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى نشوف عملنا ازاي. تورتة الفانيليا دي مقاس كبير، يعني في الصينية اكبر صينية في الطقم المستطيل. تمام. ضفت هنا حوالي 6 بيضات للنص كيلو، فانا عندي كيلو بقى عشان دي اكبر صينية، فضفت 12 بيضة. تمام، 12 بيضة من الفانيليا. تمام، الفانيليا اللي هي الباودر دي ضفت 10، يعني على نص كيلو بضيف 5، انما دي كيلو ضفت 10. وكوباية من الكوباية المعيارية او المج اللي هو الشاي العادي خالص، مية من الحنفية او المية اللي تشربي منها عادي خالص. ومعلقتين كبار من المحسن الجل. طبعا انا وريتكم قبل كده محسن الجل، الكيس على كيلو، والكيس كان ب5 جنيه. وجبت كمان كيلو دي الاسبونج الفانيليا، جبت الكيلو ب20 جنيه. ده ايام ما كان يعني سعره رخيص شوية، انما دلوقتي ما اعرفش والله سعره قد ايه. بس زي ما قلت لكم يعني بحب اجيب الحاجة قبليها بفترة عشان ما احسش انها تقيلة قوي عليا. فضفت ال 12 بيضة والفانيليا وكوباية من المية. ده طبعا استخدمت هنا الكوب المعياري، وكمان معلقتين كبار من المحسن الجل. يا سلام بقى لو معلقة كبيرة كمان من الخل الابيض هتكون جميلة جدا. وضفت المية بقى والدقيق. انا الدقيق هنا نخلاه مرتين زي ما قلت لكم، بيديني نتيجة هايلة وجميلة جدا. في بولة واسعة طبعا، ان الخليط ده بيتضاعف معايا. وكل شوية بجيب سباتيولا والم بيها الاطراف عندي والجوانب، بحيث ان ما تكونش فيها اي تكتلات. ما ضفتش سكر، ما ضفتش حليب. دي السبونج او التورته بتختلف تماما عن الكيكه العاديه، يعني دي فيه سكر وفيه كل حاجه. هو ده القوام المطلوب. بفضل اخفق فيه كتير لحد ما يكون اللون معايا بيكون ابيض فاتح زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص كده وصلنا للمرحله دي. دي الكيك عندي بقى تحفه. الخليط عندي بقى جميل. بجيب صينية هبطنها بقى. تبطينة الصينية ايه بقى؟ معايا هنا قطعة من الزبدة المتلجة او زيت. تمام تمام. بس انا يفضل ان انا استخدم الزبدة. وبعدين هبدأ ان انا ادهن الصينية كلها بالزبدة اللي معايا. ليه بقى دهنت زبدة او زيت؟ بحيث ان انا لسه هضيف كمان ورق زبدة، فيلزق معايا كويس جدا. ورق الزبدة يلزق معايا كويس جدا على الصينية. فدي قطعة الزبدة دي اللي هتخلي الصينية ما عندي تكون متبطنة بورقة الزبدة كويس جدا. انا بقى بقطع ورق الزبدة حسب عندي الطول بتاع الصينية. فهبدأ ان انا اقطعه، وممكن اطول شوية كده بحيث ان لو الخليط كان كتير شوية على الصينية يكون عندي الورق الزبدة مساعده ان هو يعلى، ما يقعش على الارض. هبدأ بقى ان انا ابطن الصينية عندي بورق الزبدة كويس جدا. وبعد ما بطنها ببدأ بقى ان انا اضيف الخليط الكيك عندي. زي ما قلنا هعيد عليكم تاني، كيلو السبونج الجاهز سواء شوكولاتة او الفانيليا بيحتاج 12 بيضة. كوباية كبيرة من المية اللي هي المج العادي الشاي بتاعنا او الكوباية المعيارية. انا هنا بستخدم الكوباية المعيارية. و10 بواكي من الفانيليا. انا بحب طبعا فانيليا دريم جميلة جدا. وكمان معلقتين كبار من المحسن الجل، بما يساوي كيس محسن جل بتجيبه من عند العطار ب5 جنيه. بتضيفيه كله على الكيلو. وبقى بالمضرب الكهربائي نبدأ نضرب فيه كويس جدا جدا لحد ما الخليط عندي يكون فاتح وجميل. وهو ده زي الكريمة بالظبط، زي الكريم شانتيه بالظبط، يكون متماسك وحلو. خلاص كده انا الخليط عندي، الخليط الكيك بقى تحفة وبقى جميل. هبدأ بقى ان انا ابطن الصينية بتاعتي بشوية زبدة صغيرين او بشوية زيت، وبعدين ورق الزبدة. خلصت تبطين الكيك، بضيف الكيك كله مرة واحدة. طبعا الكيلو كله. شايفين ما شاء الله حلو جدا. هبدأ بقى ان انا اسويه كويس جدا، يعني ما يكونش حتة عالية وحتة واطية، انا عايزة كله يكون مساوي واحد.
وبعدين ههزه هزتين كده صغيره بحيث ان لو كان في هوا الحاجه يطلع. وطبعا انا مسخنه الفرن قبليها بحوالي ربع ساعه على درجه حراره 180 رف اوسط. هتقعد حوالي 50 دقيقه او 40 دقيقه. بختبرها كده بخله. شايفين ما شاء الله الخله نظيفه عندي، يعني هي مش متعجنه من جوه، يعني مستويه وهايله. ببدا بقى ان انا اغطيها على طول. هبدا على طول مباشره ان انا اغطيها. لازم نغطيها. انا بغطيها ليه؟ عشان الوش عندي ما ينشفش ويشقق مني، فبحب ان انا اغطيها. كده كده اصلا احنا هنشيل الوش كله عشان احنا مش هنستخدمه في حاجه. فهبدا بقى ان انا ايه اشيل الوش معاكم كده، يعني ده وش زيادات. فهبدا كده طبعا بالمنشار بتاعي او بسكينه تكون حاميه شويه او مشرشره. هبدا بقى ان انا ايه اشيل الوش بس. المنشار ما ساعدنيش، فهبدا ان انا اجيب سكينه بقى تكون حاميه شويه او مشرشره، وبعدين هبدا ان انا اشيل الوش بيها. ده الوش مش مرغوب فيه خالص، فهنبدا ان انا بقى خلاص انا مش عايزاه، هبدا ان انا اشيله. وبعدين هبدا ان انا اقطع معاكم الكيك ل3 قطع، 3 طبقات. انا عايزه حشو الكيك يكون عندي 3 طبقات. بعد طبعا ما شلت الوش وقطعت الكيك، انا حبيت ان انا انجز معاكم شويه بحيث ان الفيديو ما يكونش طويل قوي عليكم، فحبيت ان انا اختصر لكم. طبعا انا قطعت معاكم قبل كده الكيك الشوكولاته، فخلاص بقى مش محتاجه ان انا اقطع معاكم الكيك اللي بالفانيليا. ضفت معايا هنا القاعدة بتاعة التورتة معايا. فحطيت فيها حتة صغيرة من الكريمة بحيث ان الكيك عندي يتماسك كويس جدا ويكون ماسك في القاعدة، يعني مش كل شوية احركه كده ويكون ثابت معايا. وبعدين هبدأ ان انا ارش عليه الشربات بتاعنا او السيرم بتاعنا، عبارة عن شربات تقيل. انا خففته بشويه ميه. الشربات العادي اللي هو سكر وميه وليمون على النار، لما يبدا كده يفور مع بعضيه خلاص بطفي عليه وابدا بقى ايه يبرد، وهاسقيه بيه الكيك بتاعي. او شويه ميه سكر باردين خالص مش لازم على النار، وهبدا بيه ان انا اسقي بيه الكيك بتاعي، او شويه حليب بسكر عادي خالص. بس يفضل ان احنا نسقي الكيك بتاعنا عشان يكون طري معانا. الكريمه طبعا الكريم شانتيه، الكوبايتين الكريم شانتيه الخام، عليهم كوبايه من السكر البودر وكوبايه ونص من الميه المتلجه، وافضل اخفق فيهم كويس جدا. ويا سلام بقى لو عليهم كمان معلقتين كبار من الباستر كريم، بيخلي الكريمه عندي متماسكه وبجد بيخليها تحفه، يعني زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. يعني الباستر كريم ده سر من نجاح الكريمه او تماسك الكريمه. مش غالي قوي، ممكن تجيب من من عند العطار ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت تحبي. قطع الفراوله بقى، جبت فراوله غسلتها كويس جدا، نشفتها كويس جدا جدا، وبعدين ان انا بدات ان انا اقطعها بالسكينه قطع صغيره كده، وبعدين ابدا بقى احشي بيها التورته بتاعتي. ودي كانت اول طبقه، طبقه الكيك. وبعدين الكريمه، طبعا قبل ما اضيف الكريمه سقيته بالسيرم الموجود عندي، ميه وسكر او حليب وسكر اللي تحبوه. وبعدين ضفت الكريمه وبعدين الفراوله، وكمان بعد ما خلصت الفراوله ضفت الطبقه التانية من الكيك بتاعي. تمام. وبعد بقى ما ضفت الطبقه التانية هبدا كمان ان انا اسقي عليه السيرم بتاعي اللي هو عباره عن شربات مخفف شويه، يعني يكون خفيف كده، او ميه بسكر او حليب بسكر. وهبدا كمان اضيف عليه طبقه من الكريمه، وهبدا بقى ان انا ايه اسويه كويس. عندي في الجنب هنا كانت الحته واطيه شويه مش عاليه، يعني مش مستوى واحد، فهبدا ان انا اضيف عليه كيك. طبعا ما تقلقوش لو كانت الكيك عندي متشقه من النص مقطوعه هنلزقها مش هتبان وهتكون جميله جدا. انا بحاول بس ان انا اسويها تكون كلها علو واحد. وبعدين بقى بعد ما خلصت سويتها كويس هبدا اضيف الطبقه التانية من الكريمه وهسويها كويس جدا جدا على الكيك. وبعد ما اسويها هبدا اضيف قطع الفراوله بتاعتي. الفراوله بقى كتري فراوله، عايزه تقللي حسب انتي ما تحبي طبعا، وحسب الولاد عندك ما يحبوا. ممكن كمان نستغنى عن الفراوله باي كيوي، اي حاجه انتي بتحبيها او الاطفال بيحبوها. ممكن شرايح من الموز، هتكون كمان تحفه وجميله جدا وخفيفه. يعني اقل حاجه ممكن تعملي تورتايه بحاجه بسيطه، يعني
يعني التورتايه دي بالظبط ما كلفتنيش اكتر من 80 جنيه، بامانه والله اكتر من 80 جنيه ما كلفتنيش. فانت شوفي بقى تورتايه بالحجم ده هتجيبيها من بره مش هتكلفي اكتر من 250 جنيه، زي ما بقولكوا كده والله مش هتكلفي اكتر من 250 جنيه بالظبط. فانت 100 جنيه هيعملوا لك تورتايه، يعني مش خليني اقول لك قد ايه تحفه وجميله، وهتعجبهم عندك جدا جدا جدا. يعني من كتر ما كانت خفيفه وجميله عجبت الناس عندنا وشكروا فيها، وطعمها كان خفيف، وكمان السكر بتاعها كان خفيف ومعتدل، يعني مش تقيله خالص. يعني ممكن كمان من حلاوتها تاكلي قطعه واتنين وتلاته. تمام. هبدأ بقى ان انا اشيل الاطراف بتاعتي عشان عايزه اساوي عندي التورته تكون كويس، تكون يعني ايه مستطيله. هبدأ بقى ان انا اشيل الاطراف كويس جدا واسويها بسكينه طبعا مشرشره كده زي ما حضراتكم شايفين. السكينه دي اصلا للحلويات والتورته تحفه. في الطقم الموجود عندك هتلاقي سكينه كده مشرشره ممكن نقطع بيها التورته بتاعتي. طب لو مش عندي سكينه، اي سكينه عندك تكون حاميه كويس جدا عشان تسوي لي التورته زي ما حضراتكم شايفين كده. وحد بقى ده الوش من فوق. طبعا اخترت احسن حته في الكيك بتاعي وخليته وش التورته. والقعده بتاعتي يعني قعده الكيك بتاعي كانت احسن حته، فضفتها فوق خليتها الوش بتاع التورته بتاعتي. هبدا بقى ان انا ايه اشيل الوش الصغير اللي فوق كده، ده مش مرغوب فيه كويس. ليه بقى؟ لانه بيزحلق الكريمه، ما بيتشربش كويس الكريمه، ما بيخليش الكريمه متماسكه كويس جدا على التورتيه بتاعتي. هبدا بقى ان انا اضيف سيرم خفيف خالص على وش التورته بتاعتي بقى، وهبدا ان انا اجلسها تجليس خفيف جدا بالكريمه بتاعتي. التجليس الخفيف ده ليه اهميه كبيره قوي. ايه اهميته؟ لاني لما اجي بقى اوزع الكريمه بشكل مظبوط بيخلي الكريمه معايا تتوزع بتكون هايله، وكمان بتمسك وتكون كويسه جدا جدا على التورتيه بتاعتي. فتجليس خفيف كده، كريمه خفيفه كده، مش لازم نظبطها قوي. طبعا احنا بنعمل الاكل ده او التورتيه دي للبيت، يعني مش لازم بقى تفضلي بقى تظبطيها يمين وشمال، لا، اقل حاجه هتطلع معاكي ان شاء الله جميله وبسيطه، وان شاء الله ان شاء الله تعجبك وتعمليها. وبقى ما تنسيش بقى في الكومنتات الجميله تقولي لي رايكم. شايفين يعني بسيطه وجميله بعد التجليس الخفيف ده. طبعا دخلتها بقى التلاجة، قعدت حوالي 3 ساعات او ساعتين. هبدا ان انا اضيف عليها كمان طبقه كمان كبيره بقى محترمه من الكريمه، وهبدا بالسكرابر ابدا ان انا اساوي الكريمه بتاعتي. يا جماعه بقى يلا اهي، ادعموني بقى واعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي كمان في الكومنتات لو جربتوا وصفاتي وعجبتكم، واشتركوا في القناه يا جماعه، يعني اللايك مش هكلفكم كتير والله لو عملتوا لايك. هبدا بقى ان انا اساوي الكريمه بتاعتي كويس جدا بالسكرابر، وزي ما قلنا دي تورته البيت، يعني مش لازم بقى تعمليها يمين وشمال. احنا عايزين نوزع الكريمه توزيع مظبوط، يكون كل حته متساويه، يكون كل طرف يكون فيه واخد كريمه مظبوطه. تمام تمام. طب اللي احنا عايزين بقى نسويها كويس هنعمل ايه؟ بالاداه اللي احنا هنسويها من فوق يكون جنبينا بقى كوبايه مليانه ميه سخنه، ميه مغليه. تمام. وهبدأ بقى كل شوية ادخل فيها الأداة بتاعتي اللي انا بوزع بيها الكريمة في المية، وارجع تاني اساوي بيها الكريمة بتاعتي. بتديني نتيجة هايلة. مش لازم بقى كل شوية اظبط من هنا ومن هنا، او مش لازم كل شوية امسح الأداة بتاعتي. انا بعمل كده، هي دي بتديني بتخلي الكيك عندي متساوي ويكون جميل. هي دي كوبايه الميه زي ما قلت لكم. بضيف بس شويه للاداه اللي معايا، ضفتها في الميه كده حاجه بسيطه، وكل شويه ايه بساوي السطح عندي، بحيث ان انا لو ضفت اي اضافات تانية على سطح الكيك تكون متساويه وتكون جميله. خلاص خلصت، غلفت الكيك بتاعي او التورتيه بتاعتي كويس جدا. نبدا بقى نضيف الزيادات بتاعتنا. زياداتنا هتكون عباره عن ايه؟ بسيطه جدا جدا. معايا هنا كريم شانتيه. طبعا احنا عاملين قبل كده الكريم شانتيه الابيض اللي فايض مننا. ضفت عليه كمان نقطتين من لون الطعام الاحمر عشان يديني لون البنك الجميل.
وبعدين بقى هبدأ ان انا اخفقه كويس جدا. انا عايزة اللون الاحمر الجميل يختلط معايا مع الكريم شانتيه، يديني لون بينك جميل يعني زهري كده بسيط وحلو. يعني بفضل اضيف نقطة بنقطة لحد ما خلاص انا وصلت للدرجة اللون اللي انا عايزاها، ببطل الخفق. وبعدين بقى ببدأ ان انا احطه في كيس حلواني. خلاص كده انا وصلت للون المطلوب في الكريمة. هبدأ بقى ان انا اجيب الكيس الحلواني والقمع بتاعي. انا مستخدمة القمع بالشكل ده عشان يديني الوردات اللي هتشوفوها دلوقتي. وهبدأ بقى ان انا اعمل كده ايه وردات او روزتات معاكم بالكريمة طبعا اللي احنا لوناها اللي ادتنا لون بينك. هبدأ ان انا اعملها كلها على التورتايه زي ما حضراتكم شايفين. يعني هبدأ ان انا ايه اعمل حاجة مختلفة وحاجة جميلة وجديدة كده. حسيت الصراحة يعني اللون البينك ده طبعا البنات كلهم بيحبوا اللون البينك او الاطفال كلهم بيحبوا اللون البينك، اللون الزهري الجميل. فهبدأ ان انا اعمل وردات. وكمان عايزة اكسر اللون البينك ده بحاجة تديني كده يعني ايه بساطة، تديني جمال، تكون حاجة مختلفة طبعا عن الابيض والبينك. فعندي كمان لون طعام لون اخضر، هضيف نقطة صغيرة على كريم شانتيه الابيض اللي احنا عملناه، نقطة صغيرة جدا من اللون الطعام الاخضر هبدأ اضيفه على كريم شانتيه الابيض بحيث يديني لون اخضر او كريم شانتيه اخضر. خلاص انا استخدمت بقى الكريم شانتيه البينك كله. فهبدا ان انا ايه بقمع صغير خالص بقى ابدا بقى ان انا اسوي الاطراف من تحت كده القاعده من تحت، بحيث ان لو ما فيش اي حته كريمه كده مش مظبوطه عندي الكريمه البينك ده تداريها. تمام، هتداريها. يعني اي خبطه صغيره مش مظبوطه، اي مش في حته كده مش متساويه كويس مش مظبوطه، فالنقط البينك الكريم شانتيه البينك اللي احنا حاطينها كده في القاعده من تحت هتداريها، وهتكون كمان تديني منظر جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بداير التورتايه كلها هبدا اعمل وردات صغيره جدا او روزتات صغيره جدا على قاعده التورته. خلصت خلاص الاعداد، فهبدا ان انا اضيف كمان 3 كده صغيرين خالص او 4 على الوش، بحيث كمان يعني ايه مش عايزه اسيب الوش ساده كده، وفي نفس الوقت عايزاها تكون عباره عن تورته فانيليا وفراوله بس، مش اضيف عليها اي حاجه تانية ولا شوكولاته ولا سبرينكز ولا اي حاجه. حاجات بسيطه خالص يعني تكون كلها عباره عن فراوله وفانيليا. مش عايزه اضيف اي اضافات تانية، بحيث ان انا خلاص عملت قبل كده تورتة الشوكولاتة وكلها غرقانة بصوص شوكولاتة محشية صوص شوكولاتة، وكمان غرقانة بالشوكولاتة والنيوتيلا. وان شاء الله هسيب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف، وكمان روابط تورتة الشوكولاتة بالظبط، وكمان هسيب لكم التجهيزات بتاعة العيد ميلاد يعني اشتريت بكام واشتريت ايه بالظبط. ان شاء الله هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. هبدأ بقى خلاص ان انا اطعمها شوية صغيرين كده من اللون الاخضر، بحيث ان هو يديني لون او رونق كده جميل وبسيط خالص. حاجات كده صغيرة كده متفرعة كده ايه تكون جميلة وتكون هادية وشيك كده. انا عملتها حوالي عن زي فروع الشجر كده الصغيرة كده. شايفين الجمال بجد حلوة جدا جدا، وطعمها بجد مش قادرة اقول لكم تحفة. وطبعا هيكون عندك كريمة فايدة، سواء اي كريم شانتيه ابيض او كريمة بينك او خضرة او حتى بالشوكولاتة، في حافظة طعام صغيرة او في حاجة صغيرة ونحطها في الفريزر. لما نطلعها نفضل نخفق فيها حوالي دقيقة واحدة هتطلع معانا زي لسه عاملينها بالظبط. شايفين الجمال بجد حلوة جدا جدا جدا. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجة ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم على قد ما اقدر، وان شاء الله هفيدكم. لو اي حد طبعا عايز اي حاجة ممكن يطلبها مني، ان شاء الله هسيب لكم كمان رابط الصفحة بتاعتي على الفيسبوك والانستجرام في صندوق الوصف. شايفين الطبقات بقى بجد كانت عظمة عظمة عظمة، ابهرتهم والله العظيم. يا رب تكون وصفاتي الجميلة تكون مساعداكم انكم تعملوا كل حاجة انتوا عايزينها.
ودي كانت وصفتي النهارده، وصفة التورتة. يا رب تكون بسيطة وعجبتكم ونالت رضاكم. يا ريت بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.